يمكن لظروف شخصية انا ما شفتش الماتش، لكن لما شفت النتيجة رجعت ابص على الملخص واتصدمت حرفيا. قلت يمكن يكون ان انا غلطان، او ممكن يكون الملخص ما جابش الشكل الكامل، لكن انا اتفاجئت ان الناس كلها بتتكلم بنفس اللهجة بتاعة الملخصات. هل من المنطقي ان السنغال هي اللي كانت بتهاجم فقط واحنا ما هاجمناش غير كرة واحدة؟ الفكرة في ايه بقى؟ ان انت بعد الماتش العظيم اللي انت عملته مع الكوتيفوار، انت لعبت بنفس الطريقة قدام السنغال، نفس التشكيلة، نفس توزيعة الفريق. طب حلو، جميل، ويمكن انا اشدت بيه في الفيديو اللي فات. طب ايه اللي اختلف في الماتش اللي فات عن الماتش ده؟ هقول لك بقى يا سيدي. نمرة واحد، انت قدام كوتيفوار مفاجأة، انت ما كنتش بتدافع، انت كنت عامل اختناق لمفاتيح اللعب. طب ايه اللي اختلف في ماتش السنغال عن ماتش كوتيفوار؟ هقول لك بقى يا سيدي. انت قررت ان انت تلعب زون ديفنس، زون ديفنس قدام لعيبه ما بتبطلش ان هي تهاجم. انت كنت حابس نفسك في وخايف ان انت تطلع بهجمه، ده غير اللعيبه اللي عندها انذارات خايفه ان هي تلتحم وتاخد انذارات. طب ده كلام لطيف، عملت ايه بقى بالحبسه اللي انت حبست نفسك بيها دي؟ ولا حاجه. الفكرة في الزيرو هجمات او الهجمة الوحيدة اللي انت هاجمت بيها في الدقيقة ال95 من زمن الماتش، ان انت تحولاتك من الدفاع للهجوم كانت صفر طول الماتش. وده راجع لايه بقى؟ راجع للخوف والرعب اللي كانت موجودة في ذهن كل لعيبة منتخب مصر علشان بس هما بيلعبوا السنغال. طب هنرجع بالزمن شوية، هل السنغال في 2022 هي السنغال في 2026؟ يؤسفني اقول لك ان الاجابة لا. هتقول لي وليه يؤسفني؟ لان هقول لك ان السنغال بتاعت 2026 اضعف بكتير جدا من السنغال 2022، لكن هما بالنسبة لك عقدة. انت بتخاف من الفرق اللي هي بتسبب لك عقدة، تقوم تعمل ايه بقى؟ تقوم تدافع قدامها، ودفاع مستميت، وما تعملش هجمة. فقدت تحولات الكورة من الدفاع للهجوم. انت كان في ايدك تاكتكس كتيرة جدا انت ممكن تخلص بيها الماتش. هل انت عملت حاجة فيهم؟ فالاجابة لا. هيجي واحد يقول لي هل انت بترجح بعد الكلام العظيم اللي احنا اتكلمنا فيه ده دلوقتي، هل انت بترجح ان حسام حسن يكمل مع منتخب مصر ولا يمشي علشان يجيب لنا واحد اجنبي مكانه يدور لنا العجلة ويقول لنا اصل مفيش قماشة؟ طبعا لما صيغة السؤال تبقى كده هقول لك طبعا واضح بالنسبة لي ان انا اقول لك لا، حسام حسن لازم يكمل، وحسام حسن لازم يكمل لغاية كاس العالم، وبعد كاس العالم بقى ممكن نشوف بقى احنا ممكن نعمل معاه ايه. لكن للأسف اللي انا شايفه ان بعد تجربة السنغال العظيمة اللي احنا عدينا بيها دي، فبالنسبة لي انا مش قادر اتكلم في حاجة ليها علاقة بالمنتخب، لان اكتر من كده ما عنديش كلام اقوله. الحمد لله ان احنا ما تعشمناش بزيادة وان احنا نوصل للنهائي ونخسره، لان الموضوع كان هيبقى بزيادة قوي.